السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله قاع تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناتكم، قناة وصفات بسيطة. اليوم إن شاء الله بغيت نشارك معكم هاد الفطائر يجوا بزاف شابين، غادي نديروهم بطريقة سهلة. هاد العجينة هذه تقدروا ديروها، ديروا العجينة تاعكم ديروها بالفرينة ولا تقدروا ديروها بالسميد. هنايا درت معاكم هاد العجينة درتها بالسميد أو درتها بالفرينة، تقدروا تخلطوا، واللي يبغي يدير غير الفرينة تقدروا ديروا الفرينة. نتمنى تشوفوا الفيديو حتى للتالي باش تشوفوا هذه الطريقة تاع العجينة هذه باش تخدموا هذا الساندويتش. يديروه لولادكم وان شاء الله تعجبكم الطريقة. ما نطولش عليكم ونروح نشوفوا الوصفة. نبدو بسم الله. هنا قبل ما نبدا في الوصفة نتمنى اللي ماش مشترك تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد. نبدو بسم الله. هنايا عندي الكيسان تاع اللي عبرت بهم، تقدروا تعبروا بالكاس الكبير. انا درت غير كاس هذا الصغير عطاتني كمية كبيرة. هنايا درت 3 كيسان هنايا تاع السميد. من بعد غادي نزيدو الفرينة. تبعوا معايا برك المراحل. نبدو قبل بهذا السميد، درنا 3 كيسان تاع سميد. نزيدو مغرف هنا ونص تاع الخمارة هنايا تاع الخبز، هذا المغرف صغيرة. ولا درتو كمية كبيرة درتو بالكاس كبير ديروا المغرف، تستعملوا المغرف الكبيرة. هنايا غادي من بعد نزيدو الخمارة تاع الحلوى. الخمارة تاع الحلوى غادي نزيدو نص مغرف تاع الخمارة. عندي هنايا نص كاس تاع زيت. هنايا نعبر غير بنفس الكاس اللي عبرت به السميد. وهنايا عندي كاس هنايا تاع حليب يكون دافي. هنايا من الاحسن ديروا الياغوت اللي عندكم خير. انا ما كاش عندي، درت كاس حليب وزدت عليه مغرف نتاع الخل. وهنايا عندي الماء دافي، نزيدو هنايا الملح. هنايا عندي لافاني، الخمارة عفوا. خمارة هنايا عندي ندير نص باكي تاع الخمارة. هذه خمارة فيها 10 غرامات. هيا نوريكم فيها هذه خدمتها. راني ندير فيها الخمارة هذه تاع الزبدة، زبدة تاع المارغرين. تقدروا نتوما تخدموا كيفها بزاف سهلة. ولا بغيت ندير لكم وحده كيما هكا تكتبوا لي في التعليقات. نديروا هنايا الخمارة تاع الحلوى. عندي نص مغرف صغيرة. نضيفوا هنايا نص كاس تاع الزيت. وهنايا عندنا الملح، ما غاديش نضيفو دروك. الملح هنايا عندنا معروف، ما تكونش معمره بزاف، غادي نخلوه حتى من بعد. نديرو هنايا الماء اللي يكون دافي، الماء ما ديروش بارد. ندير هنايا بنفس الكاس اللي كيلت به، دائما نكيلو به كاع المقادير. هنايا عندي 3 كيسان، ندير 3 كيسان تاع الماء ونخلي هذا الخليط نخليه شويه، ومن بعد عاد نضيف الفرينه. نضيفو هنايا ثاني الكاس تاع الحليب. هنايا من الاحسن كما قلت لكم يكون عندكم ياغورت خير. هنايا نخلطوا هاد المكونات، نخلطوهم مليح، نخلو هذا غادي ينشفنا من بعد هذا الخليط غادي يثقى لنا. خلوه شويه نغطوه. من بعد نولونه نشوفوه ثقال شويه. من بعد نقعدو نضيفوه في الفرينه. وهاد العجينه كما تلاحظوا ماناش نعجنوها، ما تعجنوهاش كاع. هذا هو العجن تاعها. هنايا المهم تخلطوها مليح كيما هكا بهذا الفوي، تخلطوها مليح وثاني كي غادي نضيفوا الفرينه ثاني نقعدوا نخلطوا فيها. هنايا بعد ما خليتها ريحت غطيتها بكيس بلاستيكي. من بعد هنايا وليت لها هنايا نخلطوها مليح. شوفوا هذوك السوائل كاع شربهم هذاك السميد. هنايا نخلطو مليح ومن بعد نقعدو نضيفو الفرينه. هنا باش تعرفوا قداش تديلكم، دائما نقول لكم باش تعرفوا قداش تديلكم الفرينه غادي نعبرو بالكاس. هنايا زدت نسيت ما قلت لكمش على السكر، زدت مغرف صغير تاع سكر. وزدنا هنايا الملح. هنا كما شفتوا الملح ضفنا حتى من تالي. ومن بعد غادي هنايا نزيدو الفرينه ونقعدو نخلطو. الفرينه هنايا دات لي 2 كيسان تاع الفرينه. والفرينه تاعكم دائما تغربلوها، ومن الاحسن ثاني تكون من نوعيه جيده. هنايا ممكن تدي لكم حتى 3 كيسان على حسب الفرينه اللي تكون عندكم.
هذا هو الخليط. شوفوا هنايا كيفاش تكون العجينة. لازم العجينة تاعكم تكون تتلاصق، ما ديروهاش يابسة. هنايا غادي نلمدو العجينة ونعاودو نخلوها تخمر العجينة تاعنا، ومن بعد عاد نقعدو نشكلو فيها ونخلوها تعاود ثاني تخمر. العجينة تاعنا غادي نخلوها تريح. درت هنايا شوية تاع زيت هنايا غير باش ما تقعدش تلصق لنا العجينة. نغطيها بكيس بلاستيكي، نخليها حتى يضعف الحجم تاعها، ما تعجلوش عليها، خلوها حتى تخمر مليح، ومن بعد غادي نشكلوها. العجينة هنا خمرت لنا وضعف الحجم تاعها كيما راكم تشوفوا. خلوها حتى تخمر لكم مليح. نخرجوا منها هذاك الهواء ومن بعد غادي نشكلوها. هنايا ما تكثرولهاش الفارينة بزاف في يديكم باش العجينة تاعكم ما تيبش. هنايا تشكلوها كيما بغيتو قريصات هكا صغار ولا تبغوا ديروهم كبار. انا هنايا درتهم كيما هكا صغار. درتهم نصهم درتهم في الكوشة ونص الاخر درتها في الطاجين. ان شاء الله غادي نوريكم كاع كيفاش نطيبهم. قعدوا معايا برك ما تبدلوش القناة باش تشوفوا كاع المراحل تاع هذا الكريسات الصغار ولا الخبز الصغير ولا ساندويتش. تشوفوا كيفاه جا. يجيو بزاف، العجينه تجي بزاف هشيشه. ساندويتش تاعكم يجي بزاف شباب. ندير هنايا كنت ندير في الفرينه ومن بعد درت هنايا الزيت. استعملوا الزيت خير باش ما تيبزلكمش العجينه. هذا العجينه السر تاعها باش تنجح لكم لازم العجينه تاعكم تقعد تتلاصق كيما كتشوفوا. وباش ما تغبنكمش ديروا شويه تاع الزيت خير ما ديروا الفرينه.
نسرحو هنا العجينة تاعنا، ديرو هنايا الفرينة، تسرحوا العجينة تاعكم. هذا العود تاع المصلحة ننصحكم تشرو العود تاع المصلحة وتقسموه على زوج، هي يساعدكم بزاف كي تسرحوا العجينة تاعكم. انا ساعدني بزاف. هنايا كي هنايا تسرحوا العجينة ما تسرحوهاش بزاف، خلوها شوية طالعة. استعملت انايا الكاس هذا باش ندير بيه هكا دوائر صغار، وتقدروا نتوما ديروا بالحاجة اللي تكون عندكم. هنايا نقطعهم كيما هكا بهذه الطريقة. هنايا استعينوا غطسوا هذاك الكاس تاعكم في الفرينة باش ما يلصقلكمش. ندير هكا خبيزات صغار، ومن بعد غادي نديرهم يخمروا يطلعوا شويه، ومن بعد عاد نطيبهم. الخبيزات تاوعنا هنا راهم واجدين، هنا راني طيب فيهم. الطيب تاعهم بزاف ساهل، تقعدوا تقلبوا فيهم هكا حتى يطيبوا لكم كاع. ومن بعد ان شاء الله غادي تعمروهم باي حاجه، اي حشو يكون عندكم. انا عمرتهم كاين اللي عمرتهم بالفلفله، وكاين اللي عمرتهم درت فيهم البطاطا، ودرت فيهم ثاني درت فيهم السلطه، ودرت فيهم الفرماج. وتقدروا نتوما تعمروهم باللحم ولا تعمروهم بالثوم على حسب اللي يكون متوفر عندكم. هنايا وجدت كلش، وهنايا غادي نعمرهم. هنايا شوفوا هذو وديتهم في الكوشه، شوفوا كيفاه جاو بزاف خفاف. وهذا اللي طيبناهم في الطاجين. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. نتمنى ان شاء الله تتبعوا الفيديو حتى التالي، وان شاء الله الفيديو تاع اليوم كون نال اعجابكم. نتلاقى معكم ان شاء الله في وصفه جديده باذن الله. سلام.